السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الفل والهنا والسعادة على عيونكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. كان عندنا شوية كنافة كده في التلاجة، قعدنا نقول ايه هنعمل بهم ايه، هنعمل بهم ايه، هعمل بيهم الصينية القمر اللي انتوا شايفينها دي. حاجة حلوة من ما فيش. قبل ما هبتدي، انا اسمي منى غيث ودي قناتي. لو اول مرة تشوفيني انزلي تحت الفيديو فعلى زر الجرس واشتركي في القناة. نبتدي ونقول بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صل على محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. بسم الله. انا معايا نص كيلو من الكنافة. الكنافة دي والله هي كمان اقل من نص كيلو، لان انا كنت واخدة منها حبة كده، كانوا على كيس تاني. تمام. فيعني احنا هنقول نص كيلو كنافة. هو المسافة مش بعيد ولا حاجة، دي قريبة. الكنافة ميزتها لما بتحطيها في الفريزر تيجي تطلعها بتبقى زي الازاز، اول ما تفركي كده تلاقيها اتكسرت في ايديك. لا هتعوزي تستعملي كبة بقى ولا اي حاجة، وهتتفرم في ايديكي، هتبقى حلوة قوي زي اللي بتجيبها من بره. انا كل اللي انا عملته ان انا جبت كوباية من السمنة او كوباية الا ربع. انا كنت حاطة كوباية بس، يعني هي السمنة كانت كتير. حطي انتي كوبايه الا ربع من السمنه، اي نوع سمنه عندك، وتجيبي صينيه فرن كده وتروحي فارده فيها الكنافه. طبعا احنا حطينا السمنه وبنفركها فيها او بنقلبها، هي مش هتفرق، هي كده كده داخله الفرن. وكده هنقعد نقلبها كل شويه طبعا وهي في الفرن، او على النار. لو انتي حابه تعمليها في طاسه اعمليها في طاسه، بس هتفضلي واقفه قدامها وهي في الطاسه. الفرن يعني باله طويل شويه، هتروحي وتيجي تعملي مصلحه كده جنبها وتروحي وتيجي تقلبيها. وما فيش منه خوف ان هي ممكن تتلدع من الطروف. هي دي ميزه ان انت تحمصي الكنافه في الفرن. انا دخلتها الفرن كده، زقلتها وقلت لها مع نفسك، ورحت جايبه مقلايه المونيا ونزلت بكوبايه من السكر اللي انتوا شايفاه دي. انت عارفه دي كوبايه نسكافيه، نزلت ملوها. ده سكر على فكره تموين، بس انا اديت له ضربه في الكبه، او نقول في المطحنه اللي انا بعمل فيها التوابل العاديه اللي هي في كل بيت بتاعه الخلاط، واديتها ضربه كده عشان ما تتعبنيش وهي على النار. انت بتحطيها في المقلايه، السكر بتنزلي بيه في المقلايه، واوعي تحطي فيه معلقه، بتسيبيه اول ما تلاقي الطروف بتاعته خدت لون ابتدي بقى عادي قلبي بقى من بره لجوه وبراحتك، براحه كده زي ما انا عاملاه. صوص الكراميل ده اقتصادي جدا جدا فوق ما تتخيلوا، وهتشوفي دلوقتي معايا انا بقول اقتصادي ليه. تمام. هو ده اللي انا بتكلم عن نفسي، ده اللي كان متوفر في بيتي. انا لو كان يعني الموضوع ده بيجي على كل البيوت، انا لو كان في بقى زبده ولبن وكنت عملت، انما انا اللي كان عندي كان سمنه، نزلت بمعلقه من السمنه. انا وريتكم كمان العلبه اهي، ده اللي عندي في بيتي. نزلت بمعلقه سمنه وزي الفل. لو انت عندك زبده انزلي بزبده. تمام. انما انا بقى حبيت الموضوع ان هو يبقى اقتصادي كده 100%. وبتفضلي تقلبي بقى فيها كده مع الكراميل اللي اتعمل معانا على النار. تمام. بتجهزي في نفس المج اللي نزلنا بيه بالسكر ميه مغليه. يعني احنا هنضيف دلوقتي مج ميه مغليه بنفس المج نفس العيار. تمام. في المرحله دي بقى تاخدي بالك، لان بيفور فوران صعب جدا. يعني انا نزلت بحبه لما لقيته فار اصلا لسعني في ايدي الدخان، ما قدرتش اتحمله. فخدي بالك عشان خاطري وانت بتعملي، اللهم احفظنا من النار يا رب. وتسيبها هي بتفور كده، وبعدين بتلاقي حتت اتجمدت معاكي طبعا من السكر، هيدوب. انت اديله بس تقليبه بالراحه واحده واحده كده، وهيدوب وهيهدى دلوقتي معاكي. تمام. وتفضلي تقلبي فيه لحد ما السكر يدوب تماما. انا مش عايزه ولا حبايه سكر، يبقى سايل زي ما انت شايفه كده. خلاص. بتكوني انت مجهزه نص كوبايه من الميه، عليهم معلقه من النشا باردين. تمام. من الحنفيه عادي، يعني مش انا اقصد مش مغليين ولا حاجه، وهم على البارد كده. تروحي نازله بيها على المقلايه وتقعدي بقى ايه تقلبي لحد ما القوام يتقل معاكي وكده. احنا خلاص خلصنا. حابه تضيفي فانيليا تمام، بس انا بصراحه ما ضفتش، قلت انا كده معايا فانيليا هضيفها على الكنافه لما اخلصها يبقى كده زي الفل. تمام. الكنافه بتاعتي بدات تاخد لون اهي. انا طبعا كل يعني على طول بتقعدي تقلبيها، كل ما تلاقيها خدت لون في نفس البوله اللي كان فيها الكنافه وهي نيه، نزلت بالكنافه بعد ما اتحمرت.
بصوا يعني حتى طروف الكنافه انا بلمها، ما فيش حاجه عندي اتلسعت. هي دي ميزه ان انت تحطي الكنافه في الفرن، ما فيش احتمال ان هي تتلسع من الطروف زي ما هتكون في المقلايه على النار. ودي حاجه ترجع لك برضو. انا خلصت كده الكنافه بتاعتي، لونها حلو قوي. لازم توصلي، انت ممكن تشوفيها غامقه بس هي كده مش غامقه، علشان تبقى متحمصه معاكي حلو، لان طبعا احنا لسه هنحط عليها كريم شانتيه وكراميل وكده، فالحاجات دي فيها رطوبه. تمام. انا نزلت بقى بايه؟ بمعلقتين من السكر البودر. هتقولي لي نزلتي ليه يا منى بسكر بودر؟ هقول لك انا مش برتاح قوي في الشربات مع كنافه وهي كده. الشربات بيخليها تتجمد، تحسي ان هي قست معاكي كده، وانتي حتى بتحطيها في الصينيه وبتفرديها هتفرديها بالعافيه. فانا نزلت بمعلقتين من السكر البودر، ونزلت عليهم بمعلقه من جوز الهند او البشر زي ما في بلاد كتير بتقولوا، بشر او جوز هند حسب ما بتسموه. خلاص. وظرف من الفانيليا، وقلبتهم كويس كده مع بعضهم. طبعا انا كنت صبيت الكراميل كده في طبق، رحت بقى سبتهم لما يهدوا. انا عايزه الكراميل يبقى معايا يعني الى حد ما بارد، حطيته في الفريزر عشان يلحق يجمد معايا. ده كريم شانتيه خام. انا جبت كوبايتين من كريم الشانتيه الخام، وعليهم معلقتين من السكر ده انا طحناه. انا على فكره مش جايبه سكر بودر من بره، ده سكر انا بطحنه بالطلب، يعني كمان مش بيبقى جاهز عندي، لا بالطلب كده عشان هو بيكلكع. تمام. معايا بقى كوبايه ميه متلجه، يعني ما حطيتش كمان لبن. خلاص الموضوع بصوا اقتصادي. كوبايه ميه متلجه وضربت، ولقيته محتاج لسه سكر، حطيت معلقه. يعني الكوبايتين الكريم شانتيه دول خدوا مني 3 معالق من السكر، وكوبايه وحبه ميه كده بساط. انت بقى مع الضرب بتشوفي، لان بيختلف من كريم شانتيه لكريم شانتيه. تمام. لو عندك لو هجيب اللي هو الظرف اللي بالسكر، تمام بتضربيه على طول. خلاص. انا جبت صينيه بايركس كده، او اي صينيه عندك، انت عارفه لو صينيه المونيا حتى، مش حتى ولا حاجه، ده حلو قوي، ده بركه في البيت. وتروحي عامله فيها هي كده كده هتبقى طبقات، وهتطلعي من الصينيه على طول. عملت ايه بقى؟ جبت الصينيه البايركس دي الوسط، مقاسها تقريبا 22، لان خدت بالظبط عيار الكنافه والكريم شانتيه بالظبط. انا ما كنت بصوا انا ما كنتش عامله حسابي في اي حاجه، انا كنت ماشيه كده بالبركه. خلاص. نزلت بنص الكميه كده، وكان عندي اكياس من اللي هي بتاعه الحلواني، بس انا قلت والله ما هحط فيها، انا هحط في كيس التلاجة العادي، عشان لو واحده ما عندهاش كيس حلواني تقول هعمل في ايه، يبقى كيس تلاجة. خلاص. نزلت بالكريم شانتيه، سبت شويه على جنب كده عشان التزيين، ونزلت بالكميه كلها في الكيس. انا سويتها كده، لقيت حته صغنطوطه كده وغامقه شويه، رحت شايلها من الكنافه، وسويتها زي ما انتوا شايفين. وجبت الكريم شانتيه بقى، ونزلت بقى بالطول كده، على اساس ان انا لما اجي افرده يبقى سهل معايا، وانا بوزعه في الصينيه ما يتعبنيش. تمام. لو انت حابه تاخدي بالحبه كده وتحطي براحتك، بس هتتعبي. يعني انا بقولك هو ده اسهل من ان انت تحطي بالكبشه او حاجه وتفضلي تعملي بالاسباتولا وتسويها، دي سهله. تمام. جبت بقى الاسباتولا كده وقعدت اساوي. هو في المرحله دي عادي، يعني لو لقيتي مثلا الكنافه شالت حته الكريم شانتيه، اقصد شالت حته كنافه، مش مشكله، احنا كده لسه هنحط طبقه فوق منها من الكنافه. اهم حاجه الطبقه اللي فوق. طبعا انت بتعملي حسابك ان لسه في طبقه فوق، يعني مش ما تحطيش الكريم شانتيه كله زي ما انا عملت كده. تمام. ما تحطيش الكريم شانتيه كله، اعملي حسابك في الطبقه اللي هتبقى النهائيه اللي هنحط فوق منها الكراميل. انا سويت على قد ما قدرت، وبعدين نزلت بباقي كميه الكنافه. بتوزعيها بقى كده على الصينيه، وطلعوا الكميه الباقيه طلعت بالظبط، يعني انا كميه الكنافه بتاعتي بالظبط على الصينيه دي، ما فيش حاجه طلعت فاضت مني ولا اي حاجه، كله مظبوط يعني الحمد لله، مفيش احسن من البركه. ونزلت بيهم بقى كده وسويتها برضو على قد ما قدرت، وكان معايا شوية الكريم شانتيه اللي باقيين في الكيس، جبتهم برضو بالطول كده على الصينية من فوق، وسويتها برضو. بس يعني ايه، حاولي ان انت المسافات تبقى قريبة شوية من الكريم شانتيه في اخر طبقة ديت، عشان تبقى سهلة عليكي وانت بتوزعيها، ما تتعبكيش ولا تشيل كنافة ولا كده. بتسويها بقى كويس بالسباتولا. في المرحلة دي انا حسيت ان الكريم شانتيه
ساح كده معايا، ففضلت ان انا احطه في الفريزر شويه. تمام. طبعا احنا يعني كان الجو صعب قوي قوي، كان حر جدا. فيعني انا بصوا يعني بحاول ان انا اخلي السطح كده مستوي عشان لما احط الكراميل يبقى الشكل كويس. خلاص. ايه دخلتها بقى في الفريزر شويه، واول يعني وقعدت قد ايه تقريبا ربع ساعه مش اكتر. وبعدين طلعتها ورحت نازله بالكراميل بتاعي. طبعا الكراميل بتاعي كان برضو في الفريزر هو كمان، وهدى خالص وبرد. هو انا كده كنت دخلتها الفريزر وطلعتها بقى، ما بحتاجش ان انا احط معلقه. أنا يعني عارفه ان هو مش هينزل مش هيعمل حاجه، لان ده يعتبر آه، يعني ماسك نفسه ودي ماسكه نفسها. طبعا مش الكوبايه دي مش اللي انا عملتها بس، لا لسه في شويه في الطبق، طبعا مش هنرميهم ولا حاجه. ايه حطيت كده الكراميل بتاعي ووزعته، وكنت انا شايله شويه كريم شانتيه على جنب. إيه حطيتهم في كيس صغنن كده، وفتحت فتحه صغيره لان انا عايزه انزل منه خطوط إيه، يعني رفيعه شويه. بصي انتي حطي على قد ما تقدري تزوقي اعملي. انا طبعا ايديا يعني بتبقى بتترعش، مش عايزه اقول لكم، وانا بقى ما اكون بعمل حاجه من دي بتبقى بتترعش جدا. فانا خلصتهم كده، ورحت بالخله راحه في اتجاه واحد في الاول. شوفوا انا عامله ايه، اتجاه واحد كده. تمام. جيت انا بقى عايزه اعمل في الاتجاه التاني، فانا مش قمت رايحه عامله في نفس اللي قلت الله، ده انا عملت في نفس الاتجاه. ايه ده يا جماعه، انتوا شفتوا؟ قاعده ببص كده، لا ده انا لازم ايه، اروح العكس بقى. رحت العكس. خلاص. على قد ما تقدري كده، انا يعني ايه، ها، على قد ما قدرت ان انا اديها شكل حلو. تمام. في حته كده قامت معموله من العبايه بتاعتي، بس خير حصل خير، هي كلها شكلها حلو زي الفل والله. احنا عملنا حاجه حلوه من ما فيش يا جماعه. يعني احنا عملنا ايه، احنا جبنا حاجه من بره؟ ما جبناش اي حاجه من بره. حاجات بسيطه كانت عندك في البيت عملت بيها صينيه. اه حاجه حلوه للعيال يفرحوا بها. اه طبعا الصينيه دي اصلا في محلات حلويات بتبيع الكنافه كده. طبعا شويه الكراميل اللي انا حطيتهم في برطمان نضيف كده وحطهم على رف التلاجة، مش هيحصل لهم اي حاجه. ايه يا بنتي بقى قطعي يا ماما، قطعت. طبعا اقول لها يا بنتي ندخلها في التلاجة، شو تقولي لا قطعي احنا عايزين ناكلها دلوقتي. فقطعت كده، طلع حلو قوي يا جماعه. الكنافه والكريمه كده، وتورتايه مش كنافه. الصينيه على قد ما هي بسيطه، بس شكلها حلو، يعني طلع حاجه حلوه. اتمنى من كل قلبي ان تكون الوصفه عجبتكم، واتمنى تجربوها. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بقدمه. كنت معاكم انا منى غيث. استودعكم الله الذي لا تضيع لديه الودائع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.